النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا لكل الطلبة المتفوقين، لأن بيفرق معاهم الثانية. طريقة تقسيم المواد للمذاكرة بدون ضغط. كونك بتفهم أو عندك تقنية تقسيم المواد للمذاكرة، انت خلاص عرفت الحل وعرفت طريقة تفوق. طيب ازاي يا دكتور اقدر اقسم المواد اللي عندي بحيث ما اضغطش ويبقى الموضوع بالنسبه لي فاني كده وما فيهوش اي ضغط نفسي؟ اول حاجه لازم اعرف اقسم المواد بتاعتي حسب الصعوبه، ما بين صعب، متوسط، سهل. ايه يا دكتور الكلام النظري والنمطي ده؟ صدقوني اقسم بالله لو ابتديتوا بس تستجيبوا وتفهموا الكلام اللي انا بقوله، الموضوع بالنسبه لكم هيبقى سهل جدا. وصدقوني الدنيا هتبقى بسيطه وهتلاقي المذاكره ما فيهاش ضغط اطلاقا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا عندي 15 محاضره في تمريض بالغين او في مثلا البطنه والجراحه النساء اي ماده. في ال15 محاضرة دول عندي 5 محاضرات صعبين، وعندي مثلا 9 متوسطين، والباقي يعتبر سهل. طيب أنا عملت التقسيمة دي استفدت إيه؟ المحاضرات اللي هي صعبة لها نظام معين. يعني النهاردة بقول لكم على التقسيمة وأقول لكم على طريقة مذاكرة المواد الصعبة أو المحاضرات الصعبة، لها طريقة معينة أو لها تقنية معينة، ما ينفعش اللي يتعمل كده معاها علشان تقدر تثبت في دماغي. عرفت من 15 محاضرة المحاضرات الصعبة والمتوسطة والسهلة وقسمتهم موجودين معايا. المحاضرة الصعبة هختار لها يومين أكون أنا قاعد في البيت، يعني مثلا عندي السبت الجمعة والسبت أجازة، يبقى المحاضرات الصعبة في اليومين دول. طيب المحاضرات السهلة هتبقى احنا خلاص اتزنقنا دلوقتي، احنا خلاص فاضل حاجات بسيطة وهندخل على الامتحانات، فمبقاش في وقت ان انا اذاكر يومين بس في الاسبوع. ان شاء الله برضو هعمل لكم خطة مذاكرة شهر 5، فاحنا هنبتدي يعني نشد على نفسنا شوية والاسبوع كله بقى فيه مذاكرة. فالمحاضرات السهلة هنذاكرها فين؟ هنذاكرها في ايام انا رحت مثلا الكلية او المعهد وارتحت شوية وابتدي اذاكر. المتوسطة نفس الطريقة، ولكن مثلا المحاضرة السهلة أنا مخلصها في يوم، المحاضرة المتوسطة أنا هخلصها مثلا في يومين، في اليوم اللي أنا بروح فيه برضو المعهد أو الكلية. فاهمين قصدي؟ فالتفنيطة دي انتوا يتهيأ لكم ان هو حاجة نمطية عادية، ولكن صدقوني بتفرق مع الطلبة المتفوقين وبتفرق مع الطلبة اللي عايزين يجيبوا امتياز. حاجات بسيطة جدا، تكات بسيطة جدا، ولكن هتفرق معاك في طريق التفوق صدقوني.